السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة حياكم الله. النهاردة بإذن الله هنقدم لكم الدولاب اللي أمامكم ده دولاب قديم خالص زي ما انتم شايفين كده. ده دولاب عقب، يعني العقب ده على حتة قطعة حديدة من تحت وقطعة حديدة من فوق، زي أي دولاب ممكن يكون عند حضراتكم. واللي بيتفرج على الفيديو أكيد ممكن إن شاء الله ممكن يكون عنده دولاب زي كده. احنا هنحوله زي الدولاب اللي انت شايفه قدامك كده على الشاشة. تمام. فيلا بينا نشوف حولناه ازاي. بس ما تنسناش باللايك والشير وتدعمنا اهو. ده الجنب كده، ده جنب الدولاب الاولاني. تمام. ده عبارة، ده احنا كده في جد 10 سنتي كده او حتة قطعة خشب 10 سنتي. تمام. بنسمرها ونسمر تحتيها 3 سنتي تاني عشان تدينا عرض الجنب. العرض نفسه اللي انا بعمل فيه الشغل ده يديني 9 سنتي. 9 سنتي ليه؟ انا في قطعتين خشب اللي انت شايفينهم كده الابلكاش. تمام. بحط حته 3 سم من ناحيه الشمال وحته 3 سم من ناحيه اليمين عشان تصفي معايا زي ما انتم شايفين كده ايه 3 سم الداخليه. ال 3 سم دي انا بلزق فيها استانلس سواء ذهب او فضي. تمام عشان الشكل اللي انا عايزه. ده الجنب الجوه ده اللي هو ايه، ده القطوع ده كده بقى ايه قطوع. تمام. القطوع ده انا مصفيه على 10 سم زي ما انتم شايفين كده اهو. بس يعني انا بقطع منه 10 سم، يعني انا بصفي القطوع ده ان كان 50 بخليه 40. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت اهو على الصينيه. بس في فراغات زي ما انتم شايفين كده لان الشغل ده شغل كابس. في شغل كونتر ممكن ما تلاقيش فيه الفراغات دي. انا بعمل ايه؟ انا هضطر ان انا اقفل كل الفراغات اللي انتم شايفينها دي بقطع الخشب كده اهو. زي ما انتم شايفين كده انا ايه بقفل في الفراغات. انا مش هينفع اسيبها كده. زي ما انتم شايفين كده ايه، انا بدات اقفل في الفراغات بتاع الجنب. تمام. كده انا هجيب جشاط سواء ابلكاش او جشاط زان او خشب زي ما انت تحب عادي. فانت عشان ما تكلفش هو جشاط ابلكاش زي ما انت شفت كده اهو، بس ده منظر عشان خاطر ايه؟ ما فيش حاجه تبان تحتيه. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو. انا كده بصنفر شغلي اهو جنابي وكل حاجه كده الشغل ايه اتصنفر. تمام. والجنب اهو. دي الفرنتونه بتاع الدولاب. دي الفرنتونه بتاع الدولاب انا بركب عليها الجرار. تمام. ده جرار سوسته بيجي معايا 4 عيدان المونيا. انت في عشان تركب ده فانا في كذا طريقه على فكره. فانا مش عايز اتوهك في حاجه ممكن اقول لك عليها افضل بكتير. لو انت لسه مبتدئ او لسه يعني ايه شويه او انت عايز تعمله ببيتك. في حته جرار المونيا بتيجي 10 سم. انت ممكن تقول للموان انا عايز عايز الجرار اللي هو اللي ايه الحته واحده. حته 10 سم هتجيبها وتقطعها وتحطها، مش هتعمل اللي انا بعمل ده خالص. بما ان طبعا النجار فبتاع في الحد دي سهله معايا. ادي دي الظرف انا بخلع كل حاجه عليها اهو. بشيل كل حاجه عليها سواء حيل يا اي شيء، اي شيء زياده على الضرفه انا بشيله خالص اهو. تمام. يلا لو ما عملش لايك بقى يعمل لايك ويعمل اشتراك. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بنضف كل شيء اللي على الضرفه الزياده. وكل الضرف طبعا انا عملتها بنفس الكلام كده، بس انا ايه مش هينفع عشان خاطر الفيديو ايه ما يطولش مني. فانا كده بجيب الضرفتين كده ببعض زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. باكد عليهم بالشاكوش تجيل عشان ايه الليلسن ايه تخش ايه جوه بعضيها. انا بص اهو زي ما انتم شايفين. انا كده ايه بدبس بالدباسه. لو انت حضرتك ما عندكش دباسه لو ما عندكش دباسه ممكن مسمارين عادي يجي بين اللسان واللسان. انا بقطع الظرف لان الظرف كده طال يعني كانت طويله، فانت بتعمل قيمه الجرار اللي هي مثلا وليكن 2 سنتي. تمام. انا ربطت العجل كده زي ما انتم شايفين اهو. وادي الضرفتين كده هم في بعض زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. تمام. برضو لو في زياده ولا بتاع باكد عليه. دي الحيله في اشكال كتيره انت ممكن تعملها. انت كده انت ايه احنا عملنا الدولاب وعملنا الجرار ودبسنا الظرف في بعضيها. انا دي بعمل شكل عادي. ده انت في كذا شكل ممكن تعمله. عايز تنفذ الشكل اللي انا بنفذه ده برضو شكله جميل وشكله عصري وشياكه وحاجه بسم الله ما شاء الله يعني. فخليك معانا للاخر وما تزهقش من الفيديو لان انت هتستفاد كتير. ولو استفدت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة. تمام.
دي بص، ده فايبر 6 مللي، فايبر 6 مللي. انا بقطعه مجاسات، ده 30 سنتي. ده بحكم طول الضرف، انت باجي على زي طول الضرف اللي معاك، فانت ايه هتقطع على زي المقاس اللي معاك. وبين بين كل حته وحته زي ما انتم شايفين كده، انا بحط ليه الستانلس، عشان خاطر طبعا الستانلس ما تضيقش مني او توسع مني، فانا بظبط عليها بالظبط. ده طبعا يا حبايبي ده لاوتر، سواء انت ممكن ما يكونش عندك لاوتر، ممكن تمسك المبرد اللي انت شفته من شويه ده، ممكن انت ايه تكسر السوكه، تكسر يعني تلف الحرف او الطرف بتاعها كده شويه. بعد ما تعمل ده كله، انت بتمسك حته الصنفره عشان خاطر ايه، بتظبط لو في رايش في حاجه زياده، بتنعم معاك بالصنفره، ويبقى شغل نظيف زي ما انت شايف كده. اهو بتاخد الجناب وبتاخد الحروف وايه. ودي الضرفه الوسطانيه اهو، زي ما انتم شايفين كده، انا بلف السكه بتاعتي، يعني بكسر، يعني بخلي الحرف نفسه فيه دائري. تمام. ودي اربع قطع 30 في 30 اهو، زي ما انتم شايفين انا بخلي الحرف اهو دائري زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. تمام. ده الغيره بتاعه اهو. انا هبدا اسمر اهو الحته دي 30 سنتي. انا سمرت الاول العش اللي هو الحيه دي الاول. تمام. في الطرف في اول طرف في الضرفه. تمام. وبعد كده بحط قطعه الرصاص معايا 3 سم دي، الجيمه اللي انا عايزها. انت ممكن تعوز 3 سم، 4 سم، 5 سم، الجيمه اللي انت عايز تحطها، وتبدا ايه تظبط عليه. بس اهم حاجه يكون معاك الاستانلس بتاعها عشان خاطر ايه تطلع معاك بالدقه المظبوطه. تمام. دي انا سمرت اهو الجنب الاولاني، وده الجنب التاني. وهو بسمر العش زي ما انتم شايفين، وبحط قطع الاستانلس والقطع ال 30 في 30 اللي انا بعملها اهو، وكسر كل سوكه وسوكه ما بين كل قطعه وقطعه، عشان تدي معايا شكل جمالي كده انا محتاجه. طبعا انت برضو ليك المختار، انت ممكن تعمل اشكال كتير. تمام. وفي اشكال انت على فكره ممكن تجيبها جاهزه تركب على طول، على بعد ما تسمر الضرفتين في بعض بتجيب الشكل. لو انت يعني ايه مبتدئ او لسه مش تعرف الحد دي، فانت ممكن تجيب الشكل تحطه على طول. وفي ممكن واحد يعمل لك شكل كمبيوتر. تمام. والمنظر اللي انت عايزه برضه بتحطه على طول، يعني مش موضوع سهل يعني. وانت زي ما انتم شايفين كده اهو، انا اهو باخد الجناب بالصاروخ، لو في حاجه زياده كده ولا كده بتروح معايا. بمسك الصنفره كده زي ما انتم شايفين اهو، برضو لو في حاجه زياده كده ولا كده بايه بنعمل معاه عشان يطلع معايا في الدهان، يطلع حاجه مظبوطه. اهو يا حبايبي، ده الدولاب كده زي ما انتم شايفين اهو بعد ما خلص نجاره. اهو بسم الله ما شاء الله، دي الضرفه الوسطانيه ودي الضرفه، ده الطرافه اهو. تمام. اهو بص بسم الله ما شاء الله على الدولاب. الموضوع اهو سهل باذن الله. ابدا لو انت عايز تبدا وتعمل، هتبدا. ابدا بس كده، وان شاء الله هتلاقي الموضوع سهل معاك، ولو في حاجه انا تحت امركم. هو زي ما انتم شايفين كده احنا ايه معجننا وخلصنا، ودينا بايه بنصنفر اهو. اه بنصنفر شغلنا كده. احنا دخلنا على ايه حته ان احنا ايه بنرش الشغل اهو بالمسدس بالموتور الكمبروسر. يا جماعه انا اساسا مش ستورجي، انا نجار. بس انا الموضوع ده انا دخلت فيه. تمام. عشان لو في حاجه ممكن اتعلمها انا افيدكم بيها. والكلام ده مش للستورجي ولا النجار. النجار يعني هو فاهم انا عملت ايه، والستورجي فاهم انا بعمل ايه، وكمان ممكن يعدل عليا. انا بعمل الشغل ده يا جماعه للي حابب شغل النجاره، اللي عايز يعمل شغل بنفسه في بيته. بس مش اكتر. يعني انا لو حد ستورجي طبعا هيشوف الكلام ده يقول الراجل ده شغال شغال غلط. بس انا الكلام ده بعمله كأنه واحد لسه ايه لو حب يعمل حاجه زي كده في ايه في بيته. تمام. فده ده كده اهو الضرفه نشفت. انا جبت دوكو فرن. تمام. وبجيب سفنجه كده من فوق فوق بس كده بسيط، بعمل حاجه اسمها تعتيك. يعني من فوق فوق بسيط بس كده، تعمل ايه تعمل معايا حاجه، بتعمل معايا الشكل. شايفين كده الشكل، شايفين الشكل بسم الله ما شاء الله جميل بعد ما عملنا الفض فيه اهو. كده احنا وصلنا لمرحله لزج الاستانلس. انت بتجيب انبوبه سيليكون عظم من عند الموان وبتلزق بها ايه الاستانلس زي ما انت شايف كده اهو. وبكده الدولاب اهو زي ما انتم شايفين بعد ما اتشطب اهو الشغل الستانلس اللي هو الشغل الذهبي. تمام. لو عندك استفسار اي معلومه اكتبها لي تحت في التعليق، وانا باذن الله هرد عليك. معاكم اخوكم ابو رفعت. باذن الله القاكم في فيديو جديد، وتحت امركم في اي شيء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.